بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض شوية فطير عسل 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 عسل. بس قبل ما تدخلي بقى بالله عليكي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة، وشيري لو تقدري. احنا قناتنا كانت قديمة، الناس الجديدة لسه أول مرة تدخل معايا. كان عندي قناة قديمة من 5 سنين وصلت لغاية 41 ألف مشترك، وبس للأسف بعدها يعني، وعملت قناة جديدة اسمها يوميات أفكار وأكلات لولو اللي أنا بصور لكم عليها دلوقتي دي. وقلت أبدأ معاكم بداية جديدة كده، وإن شاء الله تبقى بداية خير. واشتركي بالله عليكي وشيري لغاية القناة بس ما تقف على رجليها بالله عليكي، لو انتي حابة لولو يعني. ان شاء الله قناتنا فيها روتينات واكلات وافكار، فيها كل حاجة ان شاء الله تعجبكم باذن الله. طبعا برشطت على حماتي بقى وقلت لها انا عاجب لك الدقيق واجي اعمل عندك فطير مشلتت. قالت لي ليه؟ عشان السمنه غاليه. قلت لها انت عندك سمنه كتير وانا ما عنديش سمنه، فانا هجيب الدقيق وانت تشاركي معايا بالسمنه، وهخبزه عندك علشان مطبخك اكبر من مطبخي وهعمله عندك. فقالت لي اهرب منك واروح فين بقى، يلا الامر لله. فحطيتها قدام الامر الواقع كده، ورحت جايبه 3 كيلو دقيق، عجنتهم بميه وملح بس مفيش اي حاجه تانية، وقطعتهم كده 8 فطيرات. والفطير ده على حسب ما انت عايزه، حجمها كبير صغير، وسبتهم حوالي نص ساعه كده يستريحوا. وبعد كده جبت طبليتي الجميله دي وبقيت احط دقيق وافرد بالنشابه بقى كده على الطبليه لغايه الفطيره ما توسع معاكي وتدلدل كده من على الطبليه، وتبقى عامله زي ورقه السيجاره وايدك تبان منها. هو ده الفطير الصح عشان يطلع معاكي مورق. في طريقه تانية للفرد، ان بيعملوا كور صغيره كده ويفردوا واحده واحده ويحطوهم على بعض. برضو دي طريقه، بس انا الصراحه ما بحبش اعمله غير بالطريقه دي، اني اوسع الفطيره قوي واخليها رقيقة جدا، وبعد كده اطبقها على بعضيها واحط بين كل الطبقات سمنة. هي دي طريقتي في الفطير المشلتت، وبيطلع تحفة، منفوخ ومورق وطري وطعمه جميل جدا صراحة يعني. تسلم ايديك يا بنتي يا لولو، والله شوية فطير طلعوا زي العسل. احنا طبعا كلناهم ما خلاش منهم ولا واحدة الحمد لله. طلعوا تحفة، ريحتهم كانت قلبة الدنيا، ولونهم مش عايزة اقول لكم طلعوا، هتشوفوهم بقى في الفيديو. لو انتي ما جربتيش الفطير الفلاحي، تعالي بقى جربيه بطريقة لولو، هيعجبك جدا والله هتدعيلي. وحماتك هتقول عليكي شملولة. طبعا حماتي قاعدة قدامي بتقولي الارشادات بتاعتها يعني، اعملي كده وما تعمليش كده، وعمالة توجهني يعني. وانا بقى بما اني مرات ابن مطيعة بسمع الكلام، حتى لو يعني مش جاي على مزاجي أوي، بس الحمد لله بسمعه يعني. فانا الله المستعان بقى، هي طبعا بركه يعني، فقاعده بتقول لي بقى توجيهاتها، وبيطلع الفطير زي العسل. هي دايما تقول مرات ابني شملوله يعني، الحمد لله. ال- الفطير الفلاحي ده من الاكلات الحلوه قوي، احنا بنعمله على فكره ونعمله غدا. يعني انتوا هتلاقوني عملته ورحنا ناكله بقى بعسل وطحينه، بناكلوه بجبنه قديمه، بناكلوه بجبنه تركي، جبنه بيضه، اي جبنه الصراحه. وبنعملوه وجبه غدا يعني. وممكن على فكرة تحطيه في الفريزر، وكل ما تعوزي واحدة تسخنيها بتبقى حلوة قوي برضو. اهو بصوا، انا فردتها لغاية، بصوا العجينة بقت رقيقة زي، بصوا زي ورقة السيجارة. دلدلت كده من على الطبلية اهي. اتقطعت يا لولو مش مهم، ما تتقطع عادي، حتى لو اتقطعت عادي. احنا بنطبقها على بعضيها فما بيبانش التقطيع ده خالص. اقطعي عادي يا ست، يا ست الكل ولا يهمك يعني. لو وصلتي للنقطة دي حطي لايك بالله عليكي واشتركي في القناة. اهو. الفطير ده تعمليه بسمنه ايه يا لولو؟ بصوا احنا عملنا خليط بين سمنه بلدي وسمنه اللي هي العاديه الهولندي دي، اللي هي النباتي العاديه دي، وحبه زيت. كلهم على بعض كده في طاسه، وسخنتهم سيحتهم كده كلهم مع بعض يعني، مش قدحتهم ولا حاجه يعني، فككتهم بس كده على النار، عشان انتوا عارفين السمنه بتتجمد في الشتاء. بس وبقيت ادهن بيهم الفطير. بصراحه ريحه السمنه الفلاحي اللي عند حماتي تحفه تحفه تحفه. سمنه بقى يعني جميله. الايام دي لو عايزه تخزني الحقي خزني سمنه طوبه، احلى سمنه الصراحه. بس السمنه دي كانت عند حماتي من السنه اللي فاتت، فانا قلت لها بقى اخلصي منها عشان لما تجيبي الجديده ما يبقاش عندي. قالت لي وانا اشتكيت لك يا اختي وقلت لك ان عايزه اخلصها. قلت لها يلا مش مشكله بقى، ناكل فطير ونخلصها وجيبي بقى بتاع السنه الجديده بقى. فخلت الفطير مش عايزه اقول لكم ريحته تحفه. بدهن بقى كويس قوي. الناس بتوع الرجيم بقى وبتوع الاكلات الصحيه يمتنعون يا جماعه، لان الاكله دي لا فيها رجيم ولا فيها اكلات صحيه. هي بتتاكل مره واحده كل كام شهر كده، مش مشكله، مش هتلحق تاثر معاكم يعني. بصوا اهو، ادهني وخليكي سخيه كده عشان الفطيره لما بتدهن كويس
بتبقى مورقه وهشه كده وطريه وطعمها حلو. اهو بصوا بطبق كده وادهن سمنه واطبق وادهن سمنه اهو. طبعا الخطوات زي ما حضراتكم شايفين بالتفصيل اهي، سهله جدا. هو الفطير فيه تكنيكه بس في الفرد، وانك تسيبي العجينه تستريح. كل ما تسيبي العجينه تستريح على فكره تاخدي منها نتيجه حلوه جدا، تتفرد معاكي بسرعه وتبقى حلوه. طبعا الفطير ده انا كنت عاملاه امبارح وكان خلاص الحمد لله، وانا بسجل لكم على الفيديو يعني وانا بعمل اكل. انا واقفه في المطبخ بعمل اكل بقى بتاع النهارده، بس قلت اسجل لكم الفيديو عشان الحق انزله. بصوا قفلتها اهي، وهسيبها بقى ايه، ارش تحتها دقيق واسيبها بقى تستريح لغايه ما افردهم كلهم. فردتهم كلهم. ال3 كيلو دقيق عملوا 8 فطيرات حلوين يعني. بصوا بجيبها بقى بعد ما استريحت وفردتهم كلهم، بفردها بقى هي شويه كده اهي. بصوا بفردها بايدي كده شويه واحطها في الصاج اللي ايه هنسوي فيه. بس قبل ما احطها في الصاج حماتي قالت لي انا عندي وش لبن كده كنت شايلاه في الفريزر، طلعيه دهني بيه الفطير عشان يبقى كده ايه مقلي كده وطعمه حلو. قلت لها يا ناقصه دسم، قالت لي اه بقى يلا يلا بقى، ما انتي خربتي الدنيا عندي النهارده في السمنه فما جاتش عشوائيه القشطه دول. بصوا بدهن وش الفطيره بقى، هتخليها بقى ايه متحمره وتحفه. ما عنديش فرن يا لولو اسويه ازاي؟ بصي فرن مين، احنا سويناه في فرن البوتاجاز والله وطلع زي الفل. دي كانت لازقه بس مش مشكله، شلتها برضو عادي، ما تستوي مش هتبان اهي. بصوا بنحطها في صاج. طبعا حماتي لازم تحط صباعها عشان البركه تحل. هتقتلني لو سمعت الفيديو اهو. بصوا لازم البركه تحل علينا. انا والله انا بحب عانتها بس. بصوا مورق وبيعمل فقاقيع هوا كده ازاي كده. يبقى الفطير بتاعك ناجح ان شاء الله. وسعيها زي ما انت عايزه بقى، عايزاها تخينه عايزاها رقيقه، الحجم اللي انت عايزاه اهو. وساعات عشان الصاج ياخد اكتر من واحده بقينا نقسم الواحده نصين ونحط في الصاج واحده ونص عشان نخبز بسرعه وننجز يعني، وما نبقاش بنولع ايه الفرن على الفاضي اهو. تديني بقى ونسوي بقى في فرن البوتاجاز. يعني انا بقيت اسوي في فرن البوتاجاز عادي، هتشوفوني دلوقتي لا فرن بلدي بقى ولا فرن اللي بشوايات ولا الكلام ده اهو. بصي بقيت احط صاج اهو. بصي اسمى الواحده نصين ازاي عشان الصاج ياخد واحده ونص. بحط تحت وفوق وببدل بينهم، يعني لما القعر بتاعها يحمر من تحت اطلعها فوق والعكس. وبعد كده افتح عليه الشوايه. بصوا قب وانتفخ ازاي. بصوا كده يبقى الفطير ناجح معاكي. مادام قب كده وانتفخ يبقى هش كده ومرق ونجح معاكي. وببدلهم بفتح الاخر الشوايه عليهم ياخدوا اللون الذهبي الجميل ده. بصوا الجمال بقى. بصوا بقى والله شويه فطير عسل عسل عسل. لموا علينا الجيران وريحتهم كانت قلبة الدنيا. ريحه السمنه الفلاح جننت الناس، كانوا قلبين الدنيا. طلع مقلي وهش وطري وطعم وريحه مش عايزه اقول لكم بقى، حاجه جنان يعني، حاجه تستاهل بقكم. بصوا انا خدت واحده ومشيت بقى وايه قلت اكلها وانا في الشغل كده. بصوا الجمال يا لهوي. كانت طريه وطعمها جميل 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 ومورقه كده وهشه. حطيت في طبق شويه عسل وطحينه واديتها وما حرمتهاش الصراحه اهو. بصوا عسل بطحينه، انا بحبه بالعسل والطحينه، ولادي بياكلوه بالجبنه تحفه. قعدت اكل كده ايه ومستمتعه جدا. مش عايزه اقول لكم نسفه الفطيره دي. يلا بالهنا والشفا للي كل وبالهنا والشفا للي شاف. بالله عليكم حطوا لايك واشتركوا في القناه. سلام عليكم.